ايه الفرق ما بين شخص حياته مليانه نجاحات وشخص تاني بيحس انه واقف مكانه؟ السر مش في الحظ، السر انه بيفكر زي الشركات. استثمار حياتك كانها لعبه، CLV اكس جيميفيكيشن. تعال نشرح دي مع بعض. البيزنس الشركات بتقيس العميل على المدى الطويل اللي هو CLV، اللي هو الكاستمر لايف تايم فاليو. وانت قيمتك بتزيد لما تستثمر بنفسك بطريقه مستدامه. بس ازاي نخلي ده ممتع؟ الاجابه بسيطه، جيميفيكيشن. حاول تطور نفسك لعبه واكسب، وكل يوم فرصه تترقى، ليفل اب مايند سيت. اي مهاره او تجربه جديده نقطه اكس بي جديده في حياتك. مش لازم الانجاز يكون ضخم، والفكره انك تكسب يوميا ولو حاجه بسيطه. نظام المكافآت ريورد سيستم، شركات بتخليك تكمل على منصاتهم بمكافآت نفسيه. ليه بقى ما تعملش كده في نفسك؟ وكل مره هتعمل انجاز صغير كافئ نفسك، ومش لازم يكون مكافاه ماديه، ممكن راحه، تجربه جديده، او حتى احساس بالانجاز. جرب تاني ما توقفش، بتراي مود. في الجيمز لما بتخسر بتعيد المحاوله، صح؟ ليه في الواقع بنستسلم اول ما نحس ان الموضوع صعب؟ واي فشل هي مجرد محاوله ناقصه. العب بقى الجوله اللي بعدها بذكاء اكتر. وهديك مثال عملي ازاي تخطط ليومك باسلوب CLV اكس جيميفيكيشن. قبل ما تبدا يومك حدد التحدي اليومي، مهاره، عاده، انجاز بسيط. خلال اليوم بقى اجمع اكس بوينتس من الانجازات البسيطه. نهايه اليوم بقى قيم ادائك، ولو خسرت في حاجه استعد للجوله الجايه. والخلاصه بقى، الحياه مش سباق سرعه، دي لعبه استراتيجيه، وكل قرار بتاخده هو استثمار في اللايف تايم فاليو بتاعك انت. استخدم اسلوب الالعاب والتحديات عشان تطور اسلوبك من غير ما تحس بملل. وتحدي النهارده بقى، لو حياتك لعبه، ايه المهاره اللي نفسك تليفل فيها اسرع؟ شاركني في الكومنتات لعلنا نستفيد. كل سنه وانتم طيبين، سلام.